רוצה עכשיו לצרף אלינו מהאמירויות, דווקא עכשיו לדיון הזה, את עימאד אל-נג'אר, הוא במאי ושחקן סורי. مساء الخير المخرج عماد النجار من الإمارات، شكرا على هذه المقابلة هون في استوديو كلنا نرحب فيك. ونحن نسألك أول سؤال، تحدثنا هون عن الحكومة الجديدة تاع الجولاني، لأين ما هي هذه الحكومة ولأين يقود جولاني هذه الدولة؟ بالبداية مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة هذه الحكومة الجديدة لا تختلف كثيرا عن الحكومة القديمة، هي عبارة عن حكومة من لون واحد على الأقل. عندما نتحدث عن النقاط المهمة، يعني عندما نتحدث عن الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، حتى الوزارات الأقل تأثيرا ولكن تبقى هي الرابعة والخامسة مثل الإعلام والثقافة، هي بجميعها يعني حكومة لون واحد. هناك حالة استهتار بالشعب السوري، حكومة تنتمي إلى هيئة تحرير الشام التي كانت وما تزال وستبقى تتبع النهج الفكري القاعدي المنبثق من رحم الإخوان المسلمين والعقلية الإسلامية المتشددة الكارهة لكل ما هو لا ينتمي إليها فكريا. وهل القتال وقتل وذبح الأقليات زي ما شفنا في العلويين سيستمر باتجاه الأكراد أو الدروز برأيك؟ الحقيقة إن ثقافة الكراهية في الأخير لن تنتهي حتى ينتهي منهج الفكر المولد لهذه الثقافة. ثقافة الكراهية، كراهية الآخر، ليس فقط كراهية العلويين أو الدروز أو اليهود كما كنت أشاهد من خلال الهتافات التي تهتف ضد اليهود. لا، هذه العقلية في الحقيقة العقلية الإسلامية المتشددة التي يحملها هؤلاء تعادي حتى السنة. يعني يكفي أن نعرف أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك تصادمات عديدة بين المعتنقين لفكر هذه المذاهب التي ولدت القاعدة والتي الرحم الأساسي هو الإخوان المسلمين، وبين السنة على كلام اعتاد السنة أن يقولوه في صلاتهم. يعني مثلا عند نهاية كل آية يقول، أو عند نهاية الفاتحة يقولون آمين. هؤلاء يكفرون من يقول كلمة آمين. فهل تتخيل مدى الكراهية التي يحملها هؤلاء؟ باعتقادي لن تنتهي عمليات القتل حتى ينتهي الفكر الذي يقود لعمليات القتل. يوني بدك تسأل سؤال؟ تفضل. لو سمحت بدي أسألك سؤال صغير. شو مشكلته لأبو محمد الجولاني مع اليهود، وهل حسب فكرك هو سيقوم بعمليات تخريبية ضد إسرائيل؟ في الحقيقة باعتقادي أن محمد الجولاني وجماعته يعني بأكملهم هم يتبعون كما أسلفت إلى الفكر الجهادي، ولكن أبو محمد الجولاني من خلال عمله لأكثر من 10 سنوات أو لحوالي 10 سنوات بالملف السوري هو بات يعمل على مبدأ البراغمات. ممكن أن يستهدف أي جهة في أي توقيت إذا اقتضت المصلحة، ولكن ما مشكلتهم مع اليهود هي المشكلة العقائدية. يعني علينا ألا ننسى أن هناك مشكلة عقائدية في المسلمين المتشددين تجاه اليهود. طبعا هناك مسلمون غير متشددين وهم الآن يدركون أنهم يعيشون في القرن ال21 ويدركون أن رسالة المحبة والسلام سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشعوب أو على مستوى الدول هي الثقافة التي ينبغي أن تعم. ولكن أبو محمد الجولاني يلعب بورقة الطائفية ويلعب بورقة العقيدة الدينية، هو ومن وراءه الحقيقة الأتراك بالدرجة الأولى وتحديدا أردوغان. وبالتالي باعتقادي عندما تقتضي مصلحته أن يستهدف أي جهة سيستهدفها. أستاذ نجار، أهلا وسهلا فيك. بدي أسألك سؤال. أهلين. بدي أسألك سؤال، أنتم كسوريون المغتربون اللي عايشين بالمهجر، يعني هل تكلمت مع أصدقائك أو مع كم واحد بده يرجع لسوريا؟ هل في هناك يعني خوف؟ أما كل السوريين سيغادرون بلادهم بأوروبا، أما بالإمارات، أما بالدول العربية؟ شو كيف القصة يعني؟ دكتور ريدي، أنا ككاتب ومخرج سوري أعمل على مفهوم الهويات، والحقيقة الآن الصراع الأساسي في سوريا هو صراع هوياتي.
بين أولئك الذين ينتمون إلى لون عقائدي واحد كما أسلفت، وبين الهوية التعددية السورية. لذلك أنا ساهمت مع مجموعة من الأصدقاء بإنشاء حزب باسم سوريا الهوية، باعتقادي كل من يؤمن بالهوية التعددية السورية، كل من يؤمن بحقوق الإنسان، يعني المبدأ الأساسي في حزب سوريا الهوية هو اعتناق شرعة حقوق الإنسان، كل من يؤمن بشرعة حقوق الإنسان لن يكون له مكان في سوريا، سيبقى مهددا ويبقى طريدا. أنا كنت مهدد وطريد في زمن النظام السوري السابق، النظام الإجرامي السابق الذي حكم سوريا، النظام الفاسد، ولكن الآن انتقلنا إلى نظام إجرامي، وبالإضافة إلى ذلك هو يحمل العقلية الإرهابية وموضوع على قوام الإرهاب. باعتقادي كل من يؤمن بالهوية التعددية، كل من يؤمن بشرع حقوق الإنسان، كل من يؤمن بأخوة البشر، بإنسانية الإنسان، لن يكون له دور أو مكان في سوريا القادمة إلى أن ننتقل إلى نظام حكم تعددي ديمقراطي يؤمن أن العقيدة الدينية هي بين الإنسان وما يؤمن به، وأن العقيدة الثقافية وحرية الرأي وحرية التعبير حق لكل شخص كما تضمن شرع حقوق الإنسان. وهذا الحقيقة ما نعاني منه الآن. أنا أتعرض لمئات التهديدات بالقتل ولشتائم لا تعد ولا تحصى إثر كل رأي، لمجرد أن أقول لنفترض أن الجولاني ليس إرهابي، ولنفترض أنه ليس يعني كان يعمل في القاعدة، ولبس نفترض أنه لم يتبنى عشرات العمليات الإرهابية. أليس من حقي كمواطن سوري أن لا أريده، أن لا أريد هذا الرجل رئيسا لبلادي؟ أليست هذه بديهية في أي دولة متحضرة؟ هذه المشكلة. باعتقادي لا مكان في سوريا الجولاني لأشباهه. وهم كثيرون بالمناسبة وكثيرون جدا. كلامك شجاع ومهم لنا. شكرا الكاتب والمخرج عماد النجار من الإمارات. شكرا على هذه المقابلة، وإن شاء الله كل طموحاتكم وأحلامكم سيكونوا على أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله سننتقل إلى سوريا متحضرة. إن شاء الله سنمد خيوط المحبة والسلام إلى كل